يا ضياستي ارجع هنا ناسك، بس انت لو وجعت راسك يا ضياستي ارجع هنا ناسك. قطر الجواز جالك داسك، بكت تقول يانا يا حسني. عيني عليك عيني، عيني عليك عيني، عيني عليك عيني يا ارجع يا وانت كمان يا بس انت حرام، ضياستي ما بيجيش قدام. وانت كمان يا بس انت حرام، ضياستي ما بيجيش قدام. بيقول عالبطيخ شمام وانت في الحيطة لبستي. عيني عليك عيني، عيني عليك عيني، عيني عليك عيني يا عيني. لا يا جون، وده اسمه كلام؟ البورتو ده بتاع اخوك الضياست يا راجل، تاجي تشرفنا واخد منك جنيه برضك. انا هاخد منك بليارة. خلصت رغي يا ضياستي؟ رغي ايه بس، ده شغل يا بنت الناس، تسويق. عرضت على جون ياجي هو ونسايبه وقضوا لهم يومين عندنا في البورتو. أنا طول عمري بشوفك بتكلم جون ده بالعربي، بيفهمك كيف؟ وليه يا أخويا ما تكلموش بالإنجليزي؟ طب ده أنت في الإنجليزي لبلب. ايوه، ما انا في الاول كنت بعمل كده. بعيد عنك يا بسنت كان بيطلع عيني. هو مش امريكاني بس كل كلمتين يستأذن ويجري يفتح الجاموس، يستأذن ويجري يفتح الجاموس. انا صعب عليا الجاموس بصراحة، والنت بيعد يعني، فقلت بلاش اعقده واكلمه بالعربي اسهل. وهو على كده بيعرف عربي كويس؟ امال مش لغته التانية يا بسنت؟ يا سلام، بيدرسوا لهم هناك اللغة التانية عربي؟ امال يا بسنت، في اعلانات الوظائف عنديهم يشترط اجادة اللغة العربية اجادة تامة. امال ايه؟ ده الناس الاكابر هناك منع عينهم يدخلوا عيالهم المدارس الحكومي عندنا. يا حلاوي، وعلى كده كل السياح اللي هيهلوا علينا بيكلموا عربي؟ تصدقي ده اخطر سؤال اتسأل في الالفية الثالثة. سياح البورتو هيكونوا من جنسيات مختلفة، وما اضمنش لغتهم التانية هتبقى ايه. والعامة؟ ما تقلقيش يا بسنت، محلولة بإذن الله. ده مش ممكن ابدا يا ساتر. بقالي 30 سنة بدرس لغة عربية ما شفتش درجة الجهل بقواعد النحو والصرف بالشكل ده ابدا. ايوه يا استاذ غباشي، ومن سمعك العيل من دول تسأله 2 في 3 بكام يقول لك 6. خيبة قوية. 2 في 3 ايه انت راخر يا عم تسوقي؟ بيقول لك نحو وصرف، ده تبع التعليم الصناعي، بياخدوا سباكة وصرف صحي كده يعني. انت بتقول ايه انت كمان؟ انا هوضح لكم. لما مثلا اقول ضرب مغاوري المنياوي، يبقى ضرب دي ايه؟ يبقى قلة ادب طبعا. ويضربوا ليه؟ الواد المنياوي ده غلبان وفي حاله. ده مثال للتوضيح. ضرب هنا فعل، ومغاوري فاعل، والمنياوي مفعول به. اهم حاجة كان فيه شهود لزوم المحضر، ولا حق الواد هيضيع يا ولداه. يا دي النيلة، وانا اللي بلوم على العيال اللي مش عارفين الفاعل من حرف الجر. طب قول لي يا اخباشا فندي، اخبار اللغة التانية ايه؟ لغة تانية مين يا استاذ ضياستي؟ لغة تانية مين؟ الله، لما الاولى وحالتهم فيها درجة 10 تقوم تسألني على التانية؟ اكده بتأكد ضرورة تنفيذ مشروع الجديد. مشروع ايه يا ديسو؟ ازيكم يا رجال؟ اهلا شادي بيه. انا بصدد انشاء اهم مشروع تمهيدي في البورتو. قررت افتح معهد للغات. ايه الكلام ده؟ معهد ايه وبتاع ايه؟ معهد لتدريس جميع اللغات، لتأهيل أهل الكفر الكرام في التعامل مع سياح البورتو التمام. قال على رأي المثل، بعد العمر ما فات هيعلموه لغات. مش لما نتعلم لغتنا الأم الأول وبعدين ندور على غيرها؟ ندور على مين يا عمنا؟ هو احنا في القناة التالتة في فقرة التايهين؟ اللي قاله ديسو هو الصح. معهد الضياستي لانجوتش، احجز مقعدك من الآن.
خد بالك يا سليط وانت بتملى استمارة الرغبات، هي استمارة واحدة بس، اي قشط او شطب فيها هتعتبر لاغي. انا بقول لك يا سنة سوخة، واتحرم من دخول المعهد. وتقعد زي الحمار لا اجرب ولا سايح يهوب ناحيتك. انا هاخد فرنساوي. أبا احنا مش اتفقنا ناخد ألماني سوا عشان نشجع بعض على المذاكرة يا ولدي؟ اصل امبارح كنت بتفرج على فيلم الماني على الدش، ما فهمتش منه ولا كلمة. يعني الفرنساوي هو اللي هتفهمه؟ ايوه طبعا، الافلام الفرنساوي على القناة التانية مترجمة. اللي بعده يا عم تسوقي، هتسجل ايه؟ ألماني. اشمعنى الالماني يعني؟ ما عندك الهولندي كله سمنه ولا الدنماركي كله جبنه؟ أصلاني من زمان وأنا بحب الجدع الألماني أبو شنب صغنن ده اللي اسمه هتلر، ونفسي لو جه مع السياح أشوفه وأتصور معاه. هم بلغوني النهارده من فرع فرانكفورت انه مسجل على الفوجل. أنا قلبي كان حاسس هو الألماني. على البركة. ماشي، اللي بعده ها نحمده، علمت على الرغبه. أنا عايزة صيني. صيني ايه يا نحمده؟ وده هندرسهولك كيف ده؟ يعني أنت هتدرس الفرنساوي والألماني كيف؟ دول ليهم دروس على النت. خلاص يا ديسو بقى، الصيني كمان على النت. وده عايزاه ليه ده يا نحميد؟ عشان البت الصينية اللي بتيجي تبيع المفارش ما تخمنيش يا بسنت وابقى مصحصحلها. عفارم عليك يا نحميد، راحت عن بالي دي، وانا يا ضيافتي عايزه اسجل انا كمان. صيني برضك؟ لا تركي، عشان اطمن على مهند ونور اول باول. مهند ونور ايه يا وليه اللي لحسوا عقلك دول؟ على فكرة يا جماعة، هم باعتين لي فاكس من فرع اسطنبول وبيقولوا لي انهم مسجلين على الفوجل. شفت يا ضيافتي، مين بقى هيتفاهم معاهم لو ما فيش حد بيتكلم تركي؟ ادفع لي بقى. منك لله يا اللي ببالي. ايش ليبي دبش، ايش ليبي دبش، ليبي ايه يا ده اصلي؟ انت بتخمني وتدرس لي ليبي بدل الالماني؟ اسمها ليبة. ليبة يعني احب، لف بالانجليزي. العلم نور برضك. طيب ايش ليبي دبش؟ دبش ايه وطب ايه بس يا عم تسوقي؟ دول ناس خواجات جايين عندنا ضيوف، لازم نقابلهم بالحب والترحاب، مش بالدبش اللي بتقوله ده. ما انت اللي كاتب كده يا ده اصلي. انا كاتب دش. وبعدها لك بقى يا ده اصلي في يومك اللي مش فايد ده من شويه الليبي ودلوك الدش. هو ده كورس الماني ولا كورس صيانه وتركيب؟ ايه اخبار الفرنساوي يا دي اصليه؟ مفيش اطعم من كده يا عم تسوقي. خلصنا درس الترحاب والاهلا والسهلا كله في كلمتين. عندك برضه ليبي ودش؟ ليبي ايه ودش ايه؟ ايه اللغات المتشفره دي؟ انا عندي الدرس الاول درس الحب، كلمه واحده، امور. يا سلام على المزيكا بقى كده يا ضياستي تعملها فيا. انا كنت حاسس انه بيخمني. عاملة ايه في التركي يا بسنت؟ ما فيش اسهل من كده، ده الجماعه الاتراك دول طلعوا غشين العربي كله من عندنا. خدي عندك ماس اهلا وسهلا، اسمها عنديهم اهلين ومرحبتين. يا عيني يا عيني، يا بختك يا اختي. شكلك مش مبسوطه في الصين. صغير جوي وعيني بتتمقق زي ما اكون بنجي رز. طب واخدتي ايه؟ أنا قلت لضياستي سيبك من الترحاب وخش على المفيد، وخليته يعلمني أسامي الحاجة اللي بتبيعها البت الصينية. صحيح؟ طب مفرش يعني ايه؟ زيانجزي. يا حلاوي. طب وجلبيه؟ زيانجزي برضو كيه؟ ايوه يا بسنت، ما الاتنين من قماشه واحده. ما وثقش يا شادي، انت عارف اللغات اللي عندنا دلوقتي لازم نظبط الفوج من الجنسيات دي. عيب يا مان، انا هطلع اسنجف لك حته فوج ما حصلش. فابريكا الماني، تقفيل فرنساوي، والكتالوج تركي، تشغله بحجره صيني. قشطات قشطات يا اخويا. لا يا ضياستي قلت لك لازم احول، يعني لازم احول. ميعاد التحويل عدى، ما ينفعش. الطالب من حقه يحول في خلال الشهر الاول من بدء الدراسه، وانتوا لسه ما كملتوش اسبوعين. سنه ما يسمحش يا غباش افندي، يستنى للسنه الجايه ويدخل على سنه تانية على طول. وبعدين عم تسوقي ده راس الحربة بتاعنا في مواجهة الفوج الألماني. اتعامل انت معاهم، مش انت اللي بتدرس.
كلام مقنع يا أستاذ دياسطي. يا اخوانا الواد صليط فتح في المنهج على الرابع، هيحصلوا كيف؟ القانون هنا قالك إيه؟ تعمل للطالب امتحان تحديد مستوى، لو ما نجحش يستنى للسنة الجاية. بس انت اللي هتحط الامتحان يا باشا فندم. اها، انا ما حطوش ليه؟ انت هتعمل لي امتحان تعجيزي من خارج المنهج عشان تسقطني. بالعكس، ده انا اسئلتي في متناول الطالب المتوسط. خلينا نخلص يا أستاذ دياسطي. طلع ورقة وقلم يا عم تسوقي. جاهز. ترجم إلى اللغة الفرنسية ما يلي: واقترن في ذهن الفارس مصير شجرة الزيتون بمصير ملكه السليم، ولم يشفى من جرحه الناغر. اتفضل يا دياسطي، صحح لي. ودي تاجي اصحح باشا فندي موجود؟ لا، أنا أعرف عربي بس الفرنساوي ماليش فيه. امر لله. ايوه، عندك غلطة، ترجمت شجرة الزيتون بدل شجرة الليمون. اها، باينة من قشرتها. عادي يا دياسطي، عديه، اهو كله بيتخانق. بس يا سيدي، وفضلت املى الورقة ايش ليه بيدبش على امور بتاعتك دي، ولا عرف يفصلهم من بعض. ولو تشوف يا واد يا صليط، الدمعة كانت هتفر من عينيه وهو بيقول لي ناجح. طب لو سمحت بقى يا عم تسوقي، انا امتحاني بكره وانت كده بتعطلني. يا غبيط، ما احنا هنذاكر سوا. انا جبت ملزمة ليلة الامتحان اهي من دكان الدياسطي وفيها المفيد. ما تاجي يا واد نبرشم اللي فيها. ايه ده؟ اخص برشام يا عم تسوقي؟ برشام علشان تغش وانت في سنك ده؟ خلاص يا صليت، في ايه؟ وطي حسك يا ولدي، هتفضحنا. قال برشام قال. امال التخت عملوها ليه؟ علشان نكتب عليها المنهج كله وننقل براحتنا في الامان. يا ابن العفاريت يا صليت، هو انا لوحدي؟ ده انا ونحمد وبسنت كله كتب المنهج بتاعه على تختته. امال دي سمعة الكفر ولا عايزنا نقف ساكتين قدام السياح؟ طب ما كنا خرجنا على السياح بالطوخة الطوالي، ولا امتحان ولا مذاكرة. نتيجة المعهد لم يرصب احد. الحمد لله يا ما انت كريم يا رب. ودلوقتي وبفضل مجهودي طبعا انتوا بقيتوا جاهزين للتعامل مع السياح اللي جايين النهارده. وهم السواح دول جنسيتهم ايه يا عم دياسطي؟ شادي ما قاليش، بس احنا نستعد وهو نازل بيهم من القطر حالا. قال على رأي المثل: يا خبر بفلوس دلوك يبقى ببلاش، وعليه خبر مجاني كمان. شادي اهو ومعاه الفوز. الله اكبر. لغتهم ايه يا اخوي؟ ديسو حبيب قلبي، الحمد لله على السلامة يا شادي يا واد خالي. منين اللي معاك دول؟ وده سؤال يا ديسو، هيكونوا عمال البوفيه في القطر مثلا يعني؟ الفوج الاول من السياح الياباني. مين الياباني هنا؟ في نحمد وصيني. يا اختي دول لا معاهم مفارش ولا جلاليب. يعني ايه يا ديسو، محدش هيلاقي العالم دي ولا ايه؟ ده انا اتبهدلت لغايه ما عرفت اتلايم عليهم. يا عم دول كانوا رايحين موزمبيق وانا خدتهم على هنا. يا سنة سوخ يا اولاد، السياحة هتنضرب من اول فوج. ما معكش تخت ياباني يا جصليط؟ يا ريت يا عم تسوقي. والحل يا دياسط؟ محلولة بإذن الله. أنا قلت نديهم كورس عربي مكثف عشان يعرفوا هم يتفاهموا معانا، مش إحنا اللي نتفاهم معاهم. ضرب مغاوري المنياوي. ضرب ايه؟ فاعل. ومغاوري فاعل. ده انا اللي متفاعل بيكم، والمنياوي مفعول. مفعول، وأنا مسؤول. مسؤول أخلي السياحة التعليمية تبقى نشاط أساسي لبورت أبو عجوة. وكل يوم من ده مقالب، والطبع في الآخر غالب. بس انت واقفة له على هيفة، مش طايقة روبي ولا هيفة. بس انت واقفة له على الهيفة، مش طايقة روبي ولا هيفة. وليل نهار شغل تعال